ما صارت معاك من قبل إنك نصحت إنسان في إنه ما يضرك حتى ما يشوف أسلوب وتعامل جديد منك؟ لكل شخص فينا ذاك الجانب اللي ما يريد إنه يطلع على أي شخص. في بعض الأحيان يكون في ناس يجبرونك إنك تتصرف معاهم بشكل وبأسلوب ما تتمنى إنك تعامل فيه أحد. طيب ممكن السؤال، ليش توصلون لمرحلة لا عودة؟ ليش لازم تشوفون الجانب اللي حاولنا مرارا وتكرارا أن نبعدكم عنه كثر ما نقدر؟ غريب حالكم يا ناس، تتميزون بأخطائكم وتتقنون في فعايلكم بكل ما يزعجنا. انتوا أروع ما يمثل أسلوب الحب، وأفضل من يطبق كل ما يزعجنا ويضايقنا. مهما حاولنا نبلعها ونقول عادي، ترجعون وبكل اتقان تبرزون بأفعالكم اللي تجبرنا أن ننتقل لباب الأسلوب الثاني. لأكثر من مرة نصحنا وقلنا ترى في عندنا منطقة اللي يهبط فيها مستحيل يطلع، ما همكم التحذير، وياما نبهناكم بأن الوجه الآخر لنا مو مجرد كلام، بل هو واقع ملموس. صار الوقت إنكم تشوفونه. عفوا يا بشر، الصورة اللي تشوفوها أمامكم حاليا من أفعال ما تعودتوا عليها مني، وأسلوب ما هو أسلوبي، وأطباع تجعلكم في ذهول ما هي إلا نتيجة لإصراركم وفشلكم المتواصل في المحافظة على كل ما قدمناه لكم من طيب وأخلاق. هذه نتيجة إهمالكم، هذه نتيجة استمرار خيباتكم، هذه نتيجة كل إحساس جارح زرعتوا فينا، كل لحظة حيرة تركتونا نعيشها. أحلف لكم إن إحنا مو هيج، وهذه مو أطباعنا، بس لكل مجتهد نصيب. أنتوا اجتهدتوا في فرض خيبات الأمل بحياتنا، واجتهدتوا بفرض عضلاتكم على قلوبنا النقية، وهذا نصيبكم. وجه جديد صعب عليكم تعرفون عليه، وأخلاق تليق بمقامكم المخيب للأمل. أترك لكم متعة التعامل مع شخص أنتوا سبب ظهوره، والله يكون بعونكم. الله يكون بعونكم.